عرض السلام مجدد بینندگان محترم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نشكر الله تعالى ونفتخر أن أول برنامجنا في العربية في قناة وصال الفارسية، وفي أول لقاء مع علم من أعلام الدعوة الإسلامية فضيلة الشيخ سعد البريك حفظه الله، وهو غني عن التعريف سواء عبر كتبه أو أشرطته أو برامجه التلفزيونية. والعلم لا يعلم والمعروف لا يعرف. نعم ما شاء الله اتصالات كثير. اي نعم كثير. وطاجستان وايران لا اول يوم لسه بالعاده يجي اكثر من 1000 تلفون 1500 تلفون. سلام بر شما بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد محترم و گرامی و مهمان عزیز شما. سلامت باشین. از کجا زنگ میزنید جناب؟ ما از روسیه زنگ میزنم استاد. از روسیه ها؟ بله بله. از مسکو. استاد محترم تشکر که برنامه نوتون خدا توفیق بده شما را که شروع کردین. و یک سوال داشتم استاد درباره شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه که بعضی از برادرها درباره از اون گپایی میزنن، اگر کمی که معلومات درباره استاد بتین از پیشون زیاد خوش میشه. چشم. خیلی متشکرم. تشکر. خواهش می‌کنم. زنده باشید. زنده باشید. خدا حافظ شما. دوستان یه چند دقیقه اجازه بدین سوالا رو جواب بدن. مهمان ارجمندمون بعداً دوباره تلفن‌ها رو باز کنیم. إذا تحب تبلغ الإخوان إن شاء الله إحنا معكم. ايوه. الثلاثاء والأربعاء. ما شاء الله ممتاز. 4 إلى 6. ممتاز. ثلاثین غدا. غدا و بعد غدا. ماشاءالله. خب یه خوشخبری دیگه که ایشون قبول کردند که فردا هم از 4 تا 6 و پس فردا هم از 4 تا 6 در خدمت شما باشند و این خوشخبری مهمیه. وبما أنك قلت هذا نرجو أن تجيب معك ضيفك أيضا يعطينا من 2 إلى 4 مثلا. لعل الله يسهل بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. خب دوستان این سوالا رو من با شما مطرح بکنم. خواهش میکنم که یک ربع ساعتی 20 دقیقه به ما اجازه بدید این سوالا رو جواب بدن، نیم ساعتی شاید، و بعد از اون دوباره تلفن‌ها رو باز میکنم. الاخ اولا نبدا الجميع يرحبون بكم اهلا وسهلا دون استثناء. ونحن نرحب بالشيخ أبو المنتصر لأنكم جزاكم الله خير صاحب هذه الفكرة الذكية التي تنفع المسلمين وتدعو إلى التوحيد وتحرر العقول، وهي فكرة قناة وصال الفارسية. فجزاك الله خير الجزاء على هذا العمل المبارك. سلام. ولا ننسى إخواننا في وصال العربية أيضا جزاهم الله خير على جهودهم. لكن لو تكلمنا بالعربية مهما تكلمنا لا نستطيع أن نصل إلى إخواننا بالفارسية. فلهم جهد يشكرون عليه ولكم جهد تشكرون عليه. بارك الله ولهم فيك. إدارة مشكورة مستقلة ولكم قناة وجهد وإدارة مستقلة. وهكذا كلمة وهكذا نور جزاهم الله خير من الفارسية. ونحتاج إلى مزيد من القنوات مثل كلمة ونور الفارسية، ونحتاج وصال فارسية 10 مرات أخرى. ونحتاج وصال عربية أيضا بلغات أخرى من الأندونيسية كما سمعت. يعني نرجو من نجد ويقف معنا فقط إن شاء الله بإذن الله تعالى. ایشون در مقابل تشکر میکنه و از بنده که اصل فکر وصال فارسی رو گذاشتیم و از وصال عربی تشکر میکنه که اونها اداره مستقلی هستند و همچنین تشکر ما از تلویزیون کلمه و نور و همه دستاندرکاران توحید و یکتاپرستی است. الأخ يسأل هنا في الاستوديو أنه نحن سمعنا أن الإمام الحسن تزوج 72 مرة، هل هذا صحيح؟ هل سنده صحيح؟ وإن فعل ذلك ما هو دليله؟ لماذا فعل ذلك؟ جاء في بعض الروايات أن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول لا تزوج الحسن، يعني ليس غضا من قدره، ولكن لأنه رضي الله عنه يعني يرغبه الناس ويحبونه ويحبون آل بيت رسول الله. والإمام علي بن أبي طالب يخشى الطلاق، وليس ذلك تقليلا من شأن الإمام الحسن عليه السلام. فكان الناس يقولون والله لنزوجنه ولنصيبن من بيت رسول الله شرفا وفخرا ونسبا.
هل هذا العدد بهذا الرقم ثبت أم لا؟ الله أعلم، لكن هذا مما جرى ولا يلام الناس. يعني كل من كان في درجة الحسن والحسين عليهما السلام ودرجة الإمام علي، الكل يتمنى أن يزوجه، والكل يتشرف أن يتزوجه، والكل يتشرف أن يكون صهرا له. لكن في هذا الزمان الآن يعني كثر الذين يدعون أنهم من أهل البيت، وكل يقول هو. فنحن إذا ننتبه، يعني هذه فضائل الناس يزوجون أهل البيت المتقدمين الذين هم من يعني نسل علي بن أبي طالب حقا وصدقا، المتقدمين أهل البيت. أما الآن فكثرت دعاوى النسب، فأصبح كل إلا من رحم الله من يعني الأنساب المحفوظة المعروفة، فبعضهم في الحجاز في مكة المكرمة، وبعضهم في المدينة، وبعضهم في بعض البلاد الإسلامية معروفون بأنسابهم الصحيحة. وكلنا نعرف الحديث: لعن الله من انتسب إلى غير أبيه. يعني لا يجوز لأحد أن ينتسب إلى غير أبي، حتى لو قال أحد أنا من بني فلان ولكن أريد أن أنتسب وأجعل نفسي من أهل البيت طلبا للشرف، نقول لا، أنت نسبك في بني فلان أو في قبيلة كذا أو في بلاد كذا، فلا تنسب نفسك إلى أهل البيت كذبا وبهتانا. بعضهم ينسب نفسه لأهل البيت حتى يضع عمامة سوداء ويأخذ أموالا كثيرة ولا علاقة له بأهل البيت، هذه أيضا مشكلة كبيرة، فليلتفت العامة. إذن هذا أمر لعل الشيخ أن يوضحه في الترجمة. ایشون میفرماند که در بعضی از روایات آمده، ولی آیا این روایت ها درسته یا نه نیاز به دقت داره. ولذا حضرت علی میگفته که امام حسن رو ازدواج ندهید. چرا؟ چون از طلاق بدش میآمد. اما در این عدد من یقینی ندارم. اما با وجودی که علی سفارش میکرد که امام حسن رو ازدواج ندید چون از طلاق بعدش میومد، مردم میگفتن که به خدا قسم باش ازدواجش میدیم و مشرف هم میشیم به این کار خاطر نسب پیامبر. امروز خیلی ادعا میکنند که اهل بیتن. این ادعاها رو بذاریم کنار، لیکن سابقا این انساب درست بود. خیلی ها از اهل بیت بودن، امروز هم هستن در اماکن مختلف. و لذا پیامبر فرموده که خداوند نفرین کنه کسی رو که به غیر پدر خودش نسبت بده. لیکن امروزه ما میبینیم بعضیا عمامه سیاه میذارن، مقصود است از غیر از اهل سنته و چون این ادعاهایی میکنن. خب این ادعاها نادرست، ولی این از اصل اهل بیت بودن چیز کم نمیکنه. اما السؤال الثاني، الاخ يقول نحن ماذا نفعل بالبدع وايضا اذا كان اهل البدع جيراننا و ايش نعمل معهم؟ ايش علاقتنا معهم؟ سؤال مهم جدا. حينما ندعو الناس إلى الحق وإلى السنة وإلى الهدى، فإننا يجب أن نأخذ الرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة، حتى ولو كانوا من أهل البدعة. فإننا يجب أن ندعو إلى الله عز وجل بما شرع الله سبحانه وتعالى، حيث قال لموسى وهارون: فأتيا فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. حينما نجد أحد عنده مشكلة، عنده بدعة، عنده مخالفة، يجب أن ندعوه بالرفق واللين، لأننا لا نرى أننا أعداء نريد أن ننتقم منه، وإنما نحن محبون مشفقون ناصحون راحمون، نريد أن يكون عمله مقبولا، نريد أن يكون بذله في مكانه، نريد أن يكون اجتهاده صحيحا، لا أن يكون يعمل ويعمل ويعمل ثم لا ينفعه هذا العمل، كمن ذكرنا يطوف بالبيت بالكعبة كثيرا ثم يعود يطوف بالقبر مرة واحدة فيحبط. نحن لا نريد عمله أن يحبط. أو كالذي يذبح مئات الأغنام والأبقار لله ثم يأتي ويذبح خروفا لغير الله، يحبط عمله. إذا نحن نتعامل بالرفق واللين ونبين، فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا هو واجبنا، الرفق واللين. ونتأكد أن الكلمة الطيبة والرفق والحكمة واللين تؤثر ولو بعد حين. يمكن أنت مثلا، أنا صاحب بدعة
وأنت تنصحني بشدة، بعنف، بغلظة، بقوة، وتغير وجهك هكذا، ما أقبل منك، ما أقبل، ما أريدك. لكن جئتني وأكرمتني، قدمت لي الشاي وأحببتني وقلت هذا الأمر كذا، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قال كذا، والصحابة قالوا كذا، وآل البيت قالوا كذا. فالمرة الأولى أنا أحترم هذا الأدب، أحترم الأخلاق، ويبقى هذا الكلام يدور في رأسي. بعد مرة ثانية ثالثة إلا يكتب الله الحق وأهتدي إليه بإذن الله سبحانه وتعالى. ایشون میفرماد که باید در هر حال با نرمی و نرمش و موعظه حسنه باید رفتار کرد. خداوند به پیامبرش فرموده که بریم پیش فرعون، تو و برادرت، و با اون با گفتار نرم سخن بگویید تا شاید پند بگیره یا بترسه. وقتی ما بدتی رو در کسی میبینیم، ما دشمن اون نیستیم، ما ناصح اون هستیم. باید با نرمی و لطافت رفتار کنیم، برای که خداوند به پیامبرش فرموده انما علیک البلاغ، وظیفه تو رسوندنه، اما حسابی شماست. و فرموده که تو کسی رو نمیتونی هدایت کنی اگرچه دوستش داشته باشی، یعنی که لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. کسی رو که تو دوست داشته باشی نمیتونی هدایت کنی، خداوند که هدایت میکنه. و حکمت و نرمش اگرچه بعد از مدتی هم باشه تاثیرشو میذاره. شما به عنوان مثال وقتی که بیایی به من بگی که قول خدا چنینه، قول پیامبر چنینه، صحابه چنین گفتن، یه چای هم به من بدید، من این موضع تو، این احترام تو درک میکنم و این بهش احترام میذارم، و اگر حرف تو فرض قبول نکنم بعد از مدتی روش فکر میکنم. و اینه که راه جز احترام و ادب نیست. أحد الإخوة المتصلين يقول شخصان تشيعا، النظام يعطيهم فلوس والناس قطعوا علاقتهم بهم، والمنطقة منطقة سنية، لكن هؤلاء يتجسسون ويتعاونون مع الحكومة. ما نحن قطعنا علاقتنا معهم. تعاون مع الحكومة؟ أي حكومة؟ إيران، بإيران، أي نعم. وما هو الحل؟ ليش نعمل؟ ليش نعمل؟ ما هل نستمر بقطع علاقتنا معهم لأنه يتعاونوا مع الحكومة ضدنا وضد الشعب، أم نتعاون معهم بالحسنى؟ نعم. أولا يجب أن نعلم أن الذي يخالفنا في عقيدتنا ويخالفنا في ديننا فإن الله عز وجل لم يسمح لنا ولم يأذن لنا أن نغشه أو نغدر به أو نكذب عليه أو نتآمر عليه أو نقتله أو نستبيح دمه أو نتآمر على أهله وحقه وعرضه وماله ومكتسباته. وهذه من أفضل مزايا أهل السنة. أهل السنة يرون الذي يخالفهم يعيش بينهم في السوق، في الحي، في العمل، لا يعتقدون أنه يجوز قتله أو أذيته أو خيانته أو الغدر به أو التسلط عليه أبدا، بخلاف بعض الآخرين، نسأل الله لنا ولهم الهداية، يعتقد أن أهل السنة ويسميهم الناصبة، يقول هؤلاء دماؤهم حلال، أموالهم حلال، أعراضهم حلال. فهذا فرق كبير وجوهري عند أهل السنة يجب أن ننتبه له، وهذا يتعلق بالسؤال السابق قبل قليل. ولكن إذا وجد أحد من هؤلاء الذين تشيعوا وأخذوا المال من أجل أن يتجسسوا، التجسس لا يجوز، قال الله عز وجل ولا تجسسوا. ما يجوز أن يتجسس مسلم على أخيه المسلم، والذي يأخذ مالا ويقبض أجرة وراتبا مقابل هذا التجسس فأجرته حرام وسحت وزقوم. هذا يأكل الحرام، المال الذي يأخذه مقابل التجسس هذا يأخذ الحرام ويشرب الحرام ويأكل الحرام ويلبس الحرام ويغذي جسده من الحرام، وكل جسد نبت من الحرام فالنار أولى به. ثانيا علينا أن ننصحه
علينا أن ننصحه نصيحة لوجه الله عز وجل، فإن تاب ورجع وأناب فالحمد لله، وإلا فنقاطعه ونهجره، لأنه إذا كان جاسوسا بعينه وأذنه ويكذب على إخوانه المسلمين وينقل لمن يؤذيهم ما يضرهم، فينبغي أن يحذر منه وأن يشار إليه وأن يكشف أمره وأن يفضح سره وأن يهتك ستره وأن يشار إليه بالبنان ويقال هذا عدو للمسلمين يتجسس عليهم، ولكن بشرط أن نتثبت وأن نتأكد أنه جاسوس لمن يؤذي المسلمين. أما من أراد أن يؤذي رجلا آخر فاتهمه بأنه جاسوس بلا دليل، فهذه أيضا إفك وبهتان وفرية أخرى. میفرماند که بدونیم که هر کسی که در دین و عقیده با ما مخالف باشه، خداوند به ما اجازه نداده که او را فریب بدیم، بهش خیانت بکنیم یا خونش را بریزیم. این یکی از بهترین مزیت‌های اهل سنته. باور به قتل و اذیت و خیانت و قدر دیگران ندارند، برخلاف دیگرانی که معتقدند که اهل سنت نواسبند و مال و جانشان حلاله. این تفاوت عظیم بین اهل سنت و بعضی از دیگرانه. اگر بعضی پیدا بشند که شیعه بشند و جاسوسی کنند، چون این مالی حرامه، جاسوسی حرامه، مال در مقابل تجسس حرامه، چون شخصی لباسش، غذاش، آبش، همه چیزش که میخوره حرامه. هر جسدی که از حرام تغذیه بشه فالنار اولا به، آتش بهش سزاوار در قیامت. لیکن وظیفه ما نصیحته. گوش کرد نه و الا باید باش قطع رابطه کنیم، خاطر تجسسش و افسادش باید در میان مردم مشخص بشه که چون این فردی دشمن مسلمانانه و تجسس میکنه، به شرطی که مطمئن باشیم، نه اینکه فقط گمان داشته باشیم. دوستان صبر کنید، هنوز صبر کنید، من این سوالها هنوز تموم نشده. الأخ من التلفون نعم، ولكن باقي الأسئلة. يعني لو أخبرتهم إنه الأسئلة إن شاء الله نكمل غدا، يعني إذا لم نستقبل اليوم وغدا وبعد غدا، يعني حتى خير إن شاء الله. الو جانم بفرمایید. امارات عربی بفرمایید. الو الو ما يسمعون. طيب الأخ من العراق يسلم عليكم بالذات ويقول أنا كنت أليولاهيا من النصيرية الذين يؤلهون عليا. أي نعم، وتشرفت بالإسلام الحمد لله، وذكر الشهادتين والله الحمد والمنة، وهو من ضيوف البرنامج من أصدقاء البرنامج. من أصدقاء البرنامج. مرحبا به وفرح بمجيئكم. الأخ اتصل من طاجيكستان وفرح بحضوركم، ويقول هنا بعض الناس يدعون أن جنازة الحسين عليه السلام حضر 124 ألف رسول مع رسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا الكلام صحيح؟ ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح أبدا، ولم يثبت ولم يصح أبدا. وبالمناسبة الإمام الحسين عليه السلام يكفي أنه سيد شباب أهل الجنة، لا داعي يعني نحن مهما اختلقنا وألفنا قصص وروايات وأتينا بالزيادات من أجل أن يبكي الناس ولا من أجل كذا، نحن كلنا نبكي ونتألم على قتل الإمام الحسين الشهيد أبي عبد الله، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: لعن الله من قتل الحسين ولعنة الله على من رضي بقتل الحسين، ولكن وأعان على قتل الحسين. ولكن الإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة، حط رحاله في الجنة، هو لا يحتاج إلى هذه القصص والروايات. و124 ألف ملك نزل نبي من السماء و700 ألف ملك جاءوا وصلوا، هذا لا دليل عليه ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بالسند صحيح. وهنا نصيحة يا أخوان: إذا قال لكم أحد شيئا عن أمر الغيب وأمر الآخرة وعن الصحابة وعن أهل البيت قل أعطنا الدليل الحديث. أما يقول والله قال شيوخنا قال علماؤنا على العين والرأس، لكن أعطني السند.
حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حدثنا ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. سند متصل مستمر، ما واحد بس يأتيك بسطرين ثلاثة ويقول قال علماؤنا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. هناك مسافة طويلة بين كلمة علماءنا وبين قال رسول الله. هذا السند من يملأه؟ من يتأكد من صحته؟ من يخبرنا أنهم عدول وأخيار وأطهار وأبرار؟ دوست عزیز از تاجیکستان ایشون میگن که حرفی رو که راجع به جنازه حضرت حسین شما پرسیدید کاملا نادرسته و افسانه. میگه همین کافی است که حضرت حسین سرور جوانان اهل بهشته و ما حسین دوست داریم، لیکن حسین اونقدر فضایل درست داره که نیازی به این افسانه ها نیست. میگه نصیحت من اینه هر کسی که چنین گزافه هایی گفت شما سند بخواهید. این که گفت علماء ما چنین گفتند، بین عالم تا پیامبر قرنها فاصله هست و هر حرفی رو نباید پذیرفت. و این از این. الأخ برادر محترم ابوالكريم الأخ ابوالكريم اتصل من تركمان الصحراء يقول يحتاج في الرد على الشبهات حول الوهابية. نعم، وهنا يقول أنا سمعت برنامجكم وأنا اقتنعت أنه الناس ما يتكلمون عن الوهابية غير صحيحة، ولكن ما زلت أنا بحاجة إلى الشبهات حول الوهابية. نعم. عندي اقتراح بسيط جدا. نحن لا نريد أن نتصارع مع الناس من أجل كلمة الوهابية، ونحن يهمنا أن الناس يعبدون الله بالتوحيد وحده لا شريك له حتى لو لم يعرفوا بن عبد الوهاب. يعني الله سبحانه وتعالى هل سيعذب أحدا لأنه لا يعرف بن عبد الوهاب رحمه الله؟ الجواب لا. فإذا ليست قضيتنا أن نعرف ابن عبد الوهاب رحمه الله أو لا نعرفه، قضيتنا أن نعبد الله وحده لا شريك له. لا يضرنا أننا لم نعرف محمد بن عبد الوهاب، لكن يضرنا أننا أشركنا بالله أحدا إذا طفنا بقبر كما طفنا بالكعبة، أو إذا دعونا أحدا كما دعونا الله، أو إذا ذبحنا لضريح كما ذبحنا يوم النحر لله. هذا الذي يضرنا. لا يضرك أخي المسلم أختي المسلمة في إيران أو في تركمانستان أو في طاجكستان أو في أفغانستان أو في أي مكان، لا يضرك أنك لا تعرف بن عبد الوهاب، ولن يحاسبك الله يوم القيامة أبدا، لكن يضرك أنك تلقى الله عندك شرك عافانا الله وإياك، أو نلقى الله عندنا بدع تخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندي لك وسيلة وحجة سريعة ومقنعة وقوية جدا. هذه الوسيلة تقول لك إذا جادلك الناس في الوهابية وقالوا لك ابن عبد الوهاب، قل هذا هو ابن عبد الوهاب، لا نعرفه نحن ولا أنتم، ولا نريد منكم أن تعرفونه رحمه الله، نريد منكم أن تتمسكوا بالإسلام قبل أن يولد ابن عبد الوهاب، وهذا يكفي. إذا قال أحد ابن عبد الوهاب، وقد قالوا لي أنا كنت ذات مرة في إحدى القنوات وقالوا ابن عبد الوهاب وعنده، فقلت هكذا هذا ابن عبد الوهاب لا نعرفه نحن ولا أنتم، نريد أن نتمسك بالإسلام قبل أن يولد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لأن الله لن يعذبنا إذا لم نعرف محمد بن عبد الوهاب، لكن الله سيعذبنا إذا أشركنا مع الله وضيعنا التوحيد. فقال ذلك المتصل قال كلاما عجيبا، قال ولكن ابن عبد الوهاب هو مشكلته أنه تبع لابن تيمية. فقلت وهذا ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، لا يعذبك الله أنك لم تعرف ابن تيمية، لن يدخلك الله النار أو يحاسبك أو يعذبك لأنك لا تعرف ابن تيمية. ابن تيمية لا نعرفه أبدا، بشرط
أن نتمسك بالإسلام الذي عليه أمة الإسلام والمسلمين قبل أن يولد ابن تيمية. إيش رأيك؟ إذا ليست قضية أنك تعرف ابن عبد الوهاب أو تحبه أو لا تحبه، أو تعرف ابن تيمية أو لا تعرفه. قضيتنا أن نعبد الله وحده، ويكفي أن نعبد الله بما صح بكلام الله وصح عن رسول الله، ويكفينا القرون المفضلة الأولى الثلاثة: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأنا أقول لك، نحن في بلادنا، في بلاد الحرمين، في مكة والمدينة، إذا جاءنا أحد وقال كلاما قلنا أعطنا الدليل من القرآن والسنة. حتى لو قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قلنا وأعطنا الدليل من كلام الشيخ رحمه الله من القرآن والسنة. فرجعنا إلى كتب الشيخ فوجدناه يذكر الآية ويذكر الحديث. ما قال الشيخ رحمه الله اسمعوا كلامي لأجل عيني، قال اسمعوا كلامي لأنني أقول قال الله وقال رسوله. ولذلك الذين يكرهون الشيخ محمد بن عبد الوهاب يكرهونه لأنه أفسد عليهم تجارتهم. أصبح الدين تجارة. حينما أكون أنا صاحب الطريقة وصاحب المزار وصاحب الضريح، يأتي الناس إلي ويعطونني الأموال لبركة الضريح ولا بركة شيخ الطريقة، ولا نتمسح بهذا وهذا وآخذ أموالا، سوف أحارب وأكره وأبغض الذي يقول للناس اتركوا هذا الشيخ واعبدوا الله وحده لا شريك له. سوف أحاربه إذا كنت أنا أريد المال. لكن إذا كنت أريد وجه الله أقول اعبدوا الله وحده. ليس أنا لست مهما، تحبني أو لا تحبني هذا الشيء يرجع لك. تعرف ابن عبد الوهاب ما تعرفه هذا الشيء ليس مشكلة. تعرف ابن تيمية أو لا تعرفه ليست مشكلة. المشكلة أن يقع الإنسان في الشرك. يكفينا القرآن والسنة، يكفينا كلام الصحابة رضوان الله عليهم بما فيهم أهل البيت ما صح سنده عنهم. أما الكذب والافتراء والحكايات والروايات التي ألفت وكذبت على أهل البيت فيجب أن نردها جملة وتفصيل. جزاك الله خیر. دوست عزیز که راجع به شبهات وهابیت سوال کردید، ایشون میگه که ما نمیخوایم به خاطر کلمه وهابیت با مردم جنگ و جدال کنیم. مهم اینه که خدا رو بپرستیم، چه محمد بن عبد الوهاب بشناسیم چه نشناسیم. و اگر محمد بن عبد الوهاب نشناسیم هیچ ضرری متوجه ما نمیشه. و اگر به خدا شرک بورزیم همه چیز رو از دست دادیم. ولذا ایشون ورقه رو گرفت پاراش کرد و گفت که اصلا این محمد بن عبد الوهاب اصلا ما نمیشناسیمش، این جزء دین نیست، که برای که اینجا انسان پرستی وجود نداره. و اگر ابن عبدالوهاب نشناختید خداوند تو رو به خاطر اون محاسبه نمیکنه. ولی اگر شرک باشه، بدعتی باشه که مخالف سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله باشه، اونجا محاسبه میشید که چرا شرک ورزیدید، چرا بدعت کردید. و اگر با شما کسی راجع به وهابیت یا شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مجادله کرد، بگو بابا واسه ما نمیشناسیمش، دین که اون نیست که. میگه من خودم در یکی از کانال ها بودم همین حرفو زدم. میگه که من گفتم ما باید به اسلام تمسک بجوییم قبل از ولادت شیخ و دیگران. گفت خب مشکل محمد بن عبد الوهاب اینه که تابع ابن تیمیه. گفت دوباره من ورقه گرفتم پاره کردم، گفتم بابا ابن تیمیه رو نمیشناسیم. اسلام قبل از ابن تیمیه و قبل از محمد بن عبد الوهاب. بعد به اسلام تمسک شد، به کتاب خدا و سنت رسول الله تمسک شد. اونها همین رو خواستن. و میگه الان نظرت چیه؟ میگه موضوع ما موضوع کلام خدا و صحیح سنت رسول خداست. ما در سرزمین حرمین اگر کسی حرفی بزنه، هر عالمی مولای حرفی بزنه، میگیم که دلیلت از قرآن و سنت چیه؟ میگیم ما به کتب شیخ مراجعه کردیم، شیخ محمد بن عبد الوهاب، دیدیم که از خودش حرفی نمیزنه، همش قال الله و قال رسول میگه، از سخن خدا و رسول میگه.
چرا بعضی ها از شیخ محمد عبدالوهاب بعدشون میاد؟ برای اینکه او تجارتشون رو به هم زده. میگه اگر منم به جای اونها میبودم از ذریح پول جمع میکردم بدم میومد، اما اگر دین رو به خاطر خدا میخواستم گفتم نه اشکالی نداره، خانهانش خوبه. ولذا دکانداران ناراحت میشن. آخر سوال الأخ من روسيا يسأل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يسأل سؤال ايش رأيكم بابن تيمية ويأتي يعني كلمتين بهذا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو من كبار علماء الإسلام، وهو من جلة العلماء. ولد في ما بعد منتصف القرن السابع عام 661 هجرية، وتوفي عام 720 في الخمس الأول من القرن الثامن، وهو إمام سنة وإمام على منهج القرآن وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعتبر الإمام ابن تيمية من الأئمة الذين حرروا عقول المسلمين من البدع والخرافات، وحرروا عقول المسلمين من التبعية والانقياد ومن التبعية والانقياد لمن يقودون الناس بغير علم، ولمن يقودون الناس بالطرق، ومن يقودون الناس إلى التبرك بالقبور وبالأضرحة وغير هذا، لأنه لا يريد كما هو شأن من قبله من العلماء ومن بعده من العلماء الصادقين، لا يريد أن يعبد إلا الله وحده لا شريك له، ولا يتعلق إلا بالله وحده لا شريك له، ولا يدعى إلا الله وحده لا شريك له، ولا يطلب الغوث والمدد إلا من الله وحده لا شريك له، ولا يرجى الشفاء وكشف الضر إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا يدفع البلاء والضر إلا من الله سبحانه وتعالى. أذكر قصة يا أخي، جزاك الله خير على اتصالك من روسيا. كنت في زيارة إلى كشمير المحررة، ليست كشمير المقبوضة، فوجدت رجلا عليه أشكال العلماء، عنده عمامة كبيرة ولحية كبيرة وكذا، فزرته فقلت له يعني كشمير جميلة، ولكن رأيت شيئا كثيرا غريبا عجيبا. فقال ما هو؟ قلت له رأيت هنا قبر وضريح وقبة، وهنا مزار ومكان وباب وبواب وحراس وحجاب على هذا القبر، وأناس يدخلون يتبركون، وهنا قبر ثالث. فما هذه القبور؟ يعني هذه تصرف الناس عن التعلق بالله وعن العلم والفهم والمعرفة. فما هي يعني التعلق بهذه القبور؟ وإن كان أصحابها من الصالحين ندعو لهم إن الله يرحمهم ويغفر لهم، لكن ما نتعلق بهم من دون الله. فماذا قال لي؟ قال لي جوابا عجيبا غريبا مدهشا مزعجا. قال هؤلاء هم سادتنا علماؤنا أولياؤنا، هؤلاء بركتنا، هؤلاء يدفعون البلاء ويقتلون الأعداء، هؤلاء يدفعون البلاء ويقتلون الأعداء. فقلت له هؤلاء يدفعون البلاء ويقتلون الأعداء؟ قال نعم. قلت أنتم تقتلون كل يوم، من المسلمين في كشمير يقتلون، أين هؤلاء الأولياء؟ لماذا لم يدافعوا عنكم؟ لماذا لم يدفعوا القتلة الذين يقتلونكم؟ فسكت. أليست كشمير دائما تأتي الفيضانات وتغرق البيوت وتغرق الأسر والأطفال؟ أين هؤلاء الأولياء؟ ما دفعوا الفيضانات عنكم؟ فالتوحيد يحرر العقل. احفظوا هذا الكلام يا إخوان. الموحد حر، والذي يشرك مع الله في عبادته فهو عبد لمن أشرك به، فهو مستعبد لمن أشرك به. كن حرا عبدا لله، محبا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، محبا لآل بيت رسول الله عليهم السلام، محبا لصحابة رسول الله عليهم رضوان الله، محبا للحق والدين والسنة. أما أن الله يجعلك موحدا كريما بالتوحيد فتصر وتأبى إلا أن تكون عبدا لهذا وعبدا لهذا والضريح وعبدا للقبر وعبدا لزيد وعبدا لعبيد. هذه تجارة بالدين. متى نفقه؟ متى نفهم؟ متى نعلم؟ متى نحرر عقولنا من هذه العبودية؟
جزاک الله خیر. دوست عزیز از روسیه، با سلام به شما، به بینندگان ارجمند ما در روسیه. ایشون میفرماد که شیخ الاسلام ابن تیمیه از بزرگان علمای اسلام، امام اهل سنت بر روش قرآن و سنت، و ابن تیمیه از کسانی بود که عقل مسلمانان را، عقل اسلامی رو از بدعت و خرافه ها رها ساخت. از کسانی بود که از طریقه و پیر و پیرپرستان آزادش ساخت، مسلمانان را آزاد ساخت. و علمای راستین همه چنین بودند که جز عبادت خداوند، دعای خداوند، مدد از خداوند، شفا خواستن از خداوند، اینکه کشف و ضرر از خداوند، دفع بلا از خداوند، اینها را جز خدا نمیخواهند. و از تماس شما از روسیه تشکر میکنه. میگه من روزی در کشمیر بودم، شخصی که ظاهره یا سیمای علما بود دیدم، ازش پرسیدم که کشمیر خیلی زیباست، ولی خیلی عجیبه که من اینجا هر جا گنبد و بارگاه و ضریح میبینم، چرا اینطوریه؟ ایشون جواب داد که این قبرها، میگه من ازش پرسیدم که این مزارها و این گنبدها و بارگاهها مانع علم مردم، مانع اینه که مردم دنبال علم و تحصیل برن، دنبال شناخت خداوند برن، چرا به اینها چسبیدن؟ میگه جواب خیلی عجیبی داد. گفت که اینها برکت ما هستن، علمای ما هستن، اینا دفع بلا میکنن، اینها دشمن رو میکشن. گفتم خب چونینه شما هر ساله هر روز در کشمیر کشته میشی، چرا اینا دفع بلا نمیکنن؟ و هر ساله در کشمیر این همه سیل و تخریب میاد، چرا اینا این ذریعه ها کجا هستن؟ توحید عقل انسانی رو آزاد میکنه. هر کسی که غیر خدا رو بپرسته بنده اون غیر خدا میشه و عقلش هم بنده اون میشه. ما باید دوستدار اهل بیت باشیم، دوستدار صحابه باشیم، دوستدار حق و قرآن و سنت باشیم، لیکن خداوند ما رو خلق کرده، نباید به سوی غیر خدا بریم. السلام علیکم، بفرمایید. الو جانم بفرمایید. الو سلام علیکم، خسته نباشید دکتر. سلامت باشین، خواهش میکنم. بفرمایید. از کجا بله سلام مجدد، برای باید دارم که تماس میگیرم. بله بفرمایید. خواستم در مورد این وهابیت صحبت کنم. بفرمایید. این شبکه‌های اهل بیت و ولایت اینا، خب که میگم مثلا این شبکه‌های وصال و نمیدونم کلمه و نور اینا وهابی ان. خب حالا این جمعیت اهل سنت که 1 میلیارد شبکهشون کجاست که ما اونو پیدا کنیم؟ به ما معرفی کنن. چشم. خب شبکهشون کجاست؟ توضیح بدن. چشم. اینا شده وهابی، وصال و صفا، اینا همشون شده وهابی. خب بله. خب شبکه خودشون کجاست؟ بسیار. بعد این اهل سنت واقعی کجاست؟ بسیار. چشم، اینو توضیح میپرسم. خب خواستم اینو چیز کنم، زنده باشید. عزت کنم ببینندگان. خیلی متشکرم. خب خدا حافظ شما. خدا حافظ شما باشه. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقا. سلام بر شما. از کجا زنگ میزنید جناب؟ از عراق زنگ میزنم. از هرات. بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمان شما. سلام بر شما، بفرمایید. آقای مولا دو تا سوال خدمت شما دارم. یکی پیغمبر بعد از وفاتش وصیت کرده بود بعد اسم قرآن اهل بیت یا قرآن سنت. چشم. این یه سوال برام توضیح بده. چشم. سوال دومم، آیا بعضی‌ها میگن ما سیدیم مثلا شماها برتریم، آیا مگه انسان‌ها همه سید نیستن، همه اولاد حضرت آدم نیستن؟ مگه آدم پیغمبر نبود؟ لطف کنید تا سوال برام جواب بدید. سوال دومیتون این بود که آیا سیدها از دیگران برترن که چی؟ ولی مثلا میگن ما ما اولاد پیغمبریم. خب حضرت آدم پیغمبر بود دیگه، نه فقط محمد پیغمبر. بله. درست آقا؟ بله. لطف کنید برای من توضیح بدید، تلویزیون گوش میکنم. چشم. سلام علیکم، بفرمایید. دبی امارات بفرمایید. الو سلام علیکم. سلام بر شما، بفرمایید جناب. سلام علیکم. سلام و رحمت الله، بفرمایید جناب. آقای مولازاده خوب هستید؟ خیلی متشکرم، زنده باشین. بفرمایید. آقای مولازاده یک
سوال داشتم، میخواستم بپرسم که مثلا افغانیایی که داخل ایران هستن، اینا ندارن و نماز عید قربان ندارن، اینا چجوری میشه؟ اینا مثلا برای خودشون گناه داره یا برای کسایی که نمیذارن مثلا مسجد داشته باشن یا اینکه نماز عید بخونن؟ خواستم توضیح بده این مهمانتون. چشم فرمایش دیگه ندارید؟ یه سوال دیگه خواستم اینو زیاد توضیح بده آقای مولازاده. چشم. سلامتی شما، خیلی برنامه‌تون تشکر، خیلی برنامه خوبی دارید و خیلی مهمانتون. سلامت باشین، خدا حافظ شما. اوكي السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ترجم لنا ماذا يقول المتصلون. اي نعم. الأخ من إيران يقول أنه بعض شبكات بعض قنوات الشيعة تقول أن وصال والكلمة والنور هي قنوات وهابية. هو يسأل طب أين القنوات السنية إذا كان هؤلاء وهابية أنت تسمون وهابي، أين القنوات السنية؟ نعم طيب. جميل جدا. الأخ من الهرات من أفغانستان يقول أي الرواية صحيحة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله وسنتي أو كتاب الله وعترتي؟ أيهما صحيح؟ نعم الصحيح هو قوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمس حديث غدير خم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، قال وأوصيكم الله وأذكركم الله في أهل بيتي. فأهل البيت لهم منزلة القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وعاشوا معه وشهد لهم بالفضل الإمام علي بن أبي طالب، الإمام العباس رضي الله عنهم، وفاطمة الزهراء عليها السلام، والإمام الحسن والحسين سيد شباب الجنة. هؤلاء لهم فضل الصحابة ولهم فضل القرابة، فيجب أن نعرف ذلك. وأما أن نجعل الدين كله في فقط في ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وما سوى ذلك من الأحاديث التي رواها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعمل بها أبدا، فهذا تضييع متعمد للدين لا ينطلي على المسلمين أبدا. الله عز وجل أمر زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، أمر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرن السنة التي لا يراها الناس، لأن كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم سنة يقتدى به فيها. فهناك أمور يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم داخل بيته لا يراها الناس، فكيف نروي السنة التي رواها أو التي فعلها رسول الله داخل بيته؟ لقد أمر الله أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه، فقال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يعني عليكن يا زوجات رسول الله يا أمهات المؤمنين عليكن أن تروين وأن تخبرن سنته صلى الله عليه وسلم. ولذلك تكثر أسئلة الصحابة إلى من؟ إلى عائشة رضي الله عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها صغيرة وتحفظ ولم تشغل بولد ما أنجبت رضي الله عنها وأرضاها. والويل ثم الويل ثم الويل لمن سب عائشة أو لعن عائشة أو تطاول على عائشة أو كذب الله في شأن عائشة، والله يقول أولئك مبرؤون مما يقولون. نسأل الله السلامة والعافية. والله لا تأمن على أحد سب عرض رسول الله وزوج رسول الله وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم فيه بهذا الكلام الذي لا يليق أبدا. نعم. ایشون میفرماد که حدیث درست همون کتاب الله و سنتیه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در همون حدیث راجع به قرابات، راجع به نزدیکان و خویشاوندان توصیه کرده که اونها رو دوست داشته باشیم. اهل بیت منزلت و قرابت اونها خاطر پیامبرشون و فضل و قرابتشون رو بشناسیم. اما این که دین رو همه اهل بیت بشناسیم و صحابه رو دور بندازیم، این یک تعمد بر ضایع کردن دین
ولذا خداوند همسران پیغمبر حتی دستور داده که اعمالی را از پیامبر، سنتی را از پیامبر که در داخل منزل میبینند بر مردم نقل بکنند و استشهاد کردن اون آیه‌ای که میفرماید کن و یتلا فی بیوتکن، اون چرا که در خانه هاتون ذکر میشه اونها رو تلاوت میشه از حکمت و از آیات به مردم بگویید، یعنی سنت پیغمبر رو به مردم بگویید ای همسران پیغمبر، چون همه اعمال پیغمبر چه در داخل منزل چه در خارج منزل سنت پیغمبره. و عایشه رضی الله تعالی عنها چون فرزند نداشت و که مشغول بشه مدت طولانی با پیامبر زندگی کرد و عمرش طولانی شده بخشین و لذا سنت رو نقل کرد، هم ایشون و هم غیر ایشون از همسران و بقیه یاران پیامبر. وای بر کسی که بر عایشه تهمت بزنه و بر عرض پیامبر ناسزا بگه. ادامت عندكم وقت؟ غدا ان شاء الله من 4 إلى 5:30 الثلاثاء والاربعاء ان شاء الله. من 4 إلى 5:30 غدا نكمل ان شاء الله غدا وبعد غد. بعد غد. واليوم عندكم موعد ولا نكتفي بهذا القدر؟ نكتفي. خب دوستان این اولین جلسه بود. امامنا الان 97 مكالمة غير الذي رديناهم، وهي أول برنامج طبعا ننتظر إن شاء الله ونستقبل مكالمات إن شاء الله. خير إن شاء الله. ایشون الان با اجازه شما رفع زحمت میکنه، به قول خود شما رفع رحمت میکنه و عرض به خدمت شما فردا ساعت 4 تا 5:30 به وقت لندن، 7:30 تا 7:30 تا 9 به وقت ایران انشالله و همچنین پس فردا برنامه خواهند داشت. انتم تكتب بكره مش ماشيين الى اوكسفورد؟ كان في برنامج شيء من هذا في اوكسفورد. اي نعم نسيت والله انا فكرة يشوف فردا سفري ده. نتاكد ان شاء الله، او اذا عندنا برنامج نرسل احد الاخوه يعني. خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. خب دوستان ناخذ مكالمتين فقط بشان نكمل المياه. السلام عليكم، بفرمایید. بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از کجا زنگ میزنید جناب؟ من از آلمان از آلمان، بفرمایید. جرمنی. بله. سلام خدمت شما و میمان عزیز و گرامی شما. واقعا دلم روشن ساخته. 2 سوال داشتم خدمت میمان شما. سلامت باشین. سوال اولی بود که آیا خانم های پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم اهل بیت گفته میشن یا نه؟ سوال دوم درباره امام الزمان، چی زمان این میای واقعیت داره یا خیر؟ چشم، خیلی متشکرم. قربان شما، شب خوشی، خیلی خوشحال شدم. قربان شما، سلامت باشین. الأخ يسأل أنك نورت قلوبنا وفرحان بحضوركم. جزاه الله خيرا، أهلا به وسهلا جميع أخواننا من جرمني من ألمانيا في كل مكان، حياهم الله. ويسأل هل أزواج الرسول من آل بيت الرسول؟ السؤال الأول. نعم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته كما قال تعالى في موسى وسار بأهله، ومنهم أهله كانت مع موسى زوجته، ومع ذلك سماهم الله أهلا. فإذا أهل البيت يدخل فيها أهل البيت الذين هم آل العباس وآل الفضل والحسن والحسين والإمام علي رضي الله عنه وفاطمة الزهراء عليها السلام، وكذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فمن سب زوجات النبي أو تكلم في عرض أمهات المؤمنين حفصة وعائشة رضي الله عنها فقد آذى رسول الله وقد شتم رسول الله وقد كذب الله فيما أنزله في كتابه سبحانه يوم أن قال أولئك مبرؤون مما يقولون. ایشون میفرماند که بله همسران پیامبر از اهل بیت پیامبر هستند و همچنان که در قرآن فرموده سار به اهلهی، موسی با همسرش با که اهل بهش خطاب میشه و هاکذا همسران پیامبر از اهل بیت پیامبرند، اگرچه اهل بیت به فرزندان علی، فرزندان فاطمه و بقیه هم گفته میشه. و کسی که همسران پیامبر را ناسزا بگه پیامبر را اذیت کرده، کسی که از عایشه و حفصه بدگویی کنه
رسول خدا صلی الله علیه و سلم اذیت کرده. آخرین تلفن از قطر بفرمایید. سلام علیکم استاد محترم. سلام رحمت الله، بفرمایید. خسته نباشین. سلامت باشین. من خیلی خوشحالم که شما رو دوباره دارم روی صفحه تلویزیون میبینم، چون خیلی وقت بود که ندیده بودمتون، واقعا دلم براتون تنگ شده بود. قربان شما. بعدش میخواستم راجع به استخاره یه سوال بپرسم که چجوریه، آیا سنت یا مثلا چجوریه استخاره؟ مثلا کسی میخواد یه کاری کنه ببین آیندهش چجوریه، خوب میشه؟ خیلی میخواستم. خیلی ممنون، خدا نگهدار شما. خدا یار شما باشه. سؤال الأخ من ألمانيا أيضا سأل من قبل عن الإمام المهدي متى يجي، اللي يسميها الشيعة إمام الزمان. نعم إمام الزمان معناه أنه هو الذي يؤم الزمان الآن، هكذا يتصورون يعني. هو في السرداب في السرداب هو يؤم الزمان، إمام الزمان برجيم الكنترول يعني من خلال نوابه. نعم. متى يأتي إمام الزمان؟ والأخ الثاني اللي سأل من قطر ومسرور جدا بمجيئكم واستئناف البرنامج، أنه كيف يكون الاستخارة، كيف تكون الاستخارة؟ هذه من السنة. بالنسبة للإمام المهدي فإنه ثابت في كتب السنة، وأنه يخرج في آخر الزمان، واسمه يوافق اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه يوافق اسم والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيملأ الدنيا عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. لكن أن نعتقد أن الإمام المهدي هو صاحب السرداب الذي هو ابن الحسن العسكري، منذ ذلك الزمان دخل في سرداب سامراء وإلى يومنا هذا ومضى عليه أكثر من 1000 سنة لم يخرج حتى الآن، فهذا أمر لا تقبله العقول أبدا. لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإمام عادل يخرج في آخر الزمان يحكم ويملأ الدنيا عدلا ويحث المال حثوا ويكون على يديه خير كثير. فإذا نحن لا نعلق صلاتنا حتى يأتي المهدي، ولا نعلق عبادتنا حتى يأتي المهدي، ولا نعلق عقيدتنا. نعبد الله ونعتقد العقيدة الحق ونوحد الله عز وجل ولا نشرك بالله. فإذا خرج المهدي مرحبا به على العين والرأس، وإن متنا قبل أن يخرج المهدي. لكن بالمناسبة كثر أو هناك كثيرون ادعوا أنهم المهدي، بل هناك من ادعى النبوة، فما بالك بمن يدعي أنه المهدي. بل بعضهم في عهد العباسيين ادعى المهدوية ثم ادعى النبوة بعد ذلك، فقبض عليه. ولما جيء به إلى الخليفة قال له أنت تزعم أنك نبي، فما هي معجزتك؟ قال أنا أرسل إلي جبريل الفجر وقبضتم علي الصباح، فما أعطيتوني فرصة تأتيني معجزة. فهؤلاء الذين يدعون أنهم المهدي أو يدعون المهدي له اسم يوافق اسم رسول الله، واسم أبيه يوافق اسم والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسوف يعرفه الناس ويجتمع عليه الناس. أما أن نظن أن إمام الزمان يعني الذي نسمعه من بعض الناس يقول اللهم، أنا كنت مرة أطوف بالكعبة في المسجد الحرام في مكة المكرمة وأسمع أناس يطوفون اللهم عجل فرجك لحجتك على خلقك إمام الزمان، يعني هو مأسور حتى يخرج بالفرج. يعني الفرج لأمة الإسلام، اللهم فرج لأمة الإسلام الكربات. لكن لو كان إمام الزمان موجود لماذا يتفرج على مصائب المسلمين ولا يفعل شيئا؟ إمام الزمان يرى أهل السنة يقتلون في سوريا ويتركهم هكذا يذبحون. إمام الزمان يرى الناس يهلكون ويموتون ويذبحون في العراق ويذبحون في كثير من المدن والدول ويتفرج. هل هذا يعقل أن إمام الزمان ينظر ويتفرج على هؤلاء؟ ثانيا يعني دخل الاسترداب صغيرا، والسرداب الذين ذهبوا ورأوا بأعينهم هو يعني مكان صغير جدا، كيف سيخرج إمام الزمان من هذا السرداب؟ هذا شيء لا يقبله العقل أبدا. ومن هنا نختم بما بدأنا به ونقول إن الذي عنده عقل وجعله عقله طيارا ومهندسا ودكتورا وطبيبا وكيميائيا وفيزيائيا، نريد أن يحضر عقله إلى باب السرداب وينظر هل سيخرج المهدي من هذا السرداب. نريد أن يحضر بعقله وينظر هل يعقل أن المهدي يرى ما حل بأمة الإسلام. المسلمون في فلسطين، المسلمون في غزة،
أصابهم الحصار ومات الأطفال وهلك النساء وانقطع الحرث والنسل والزرع وقطع عنهم الدواء، أين إمام المهدي إمام الزمان لو كان موجودا؟ ما يترك الناس هكذا، بالعكس هذه يعني سبة في حق الإمام المهدي. ولذلك يجب ثانيا أن المؤرخين اتفقوا على أن الإمام الحادي عشر من أئمة أهل البيت مات عقيما لم يولد له، ليس له ولد، عقيم. الأمر الثالث أن هناك أناس ادعوا أنهم صاروا رسلا للإمام المهدي في الغيبة الصغرى، وصاروا يراجعونه وينقلون كلامه إلى الناس، ثم جاء من نقض هذا الكلام وقال لا يوجد إمام ولا يوجد غيبة، ثم جاء بعد ذلك قالوا لا، ذهب الإمام المهدي في الغيبة الكبرى الطويلة. يعني إمام المهدي يترك أمة محمد هكذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك مظلوما. أكون المهدي أول من ينفذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم في نصرة المؤمنين والمسلمين أجمعين. فنريد هذا العقل، عقل الدكتور والطبيب والطيار، يحضر عند باب السرداب ويسأل نفسه هل يكون إمام الزمان في هذا السرداب 1000 سنة ثم بعد ذلك يترك هذه الأمة هكذا؟ هذا شيء لا يقبله العقل أبدا. وهل الاستخارة من السنة؟ نعم، أما الاستخارة فلا شك أنها سنة صحيحة ثابتة كما جاء في الحديث، كما قال الصحابي رضوان الله عليه: كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا الفاتحة. فقال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر ويسميه خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فيسره لي، وإن كان شرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به أو رضني به. بارك الله. سوال دومتون جناب که استخاره سنته و دعایی رو هم که خوندن دعای استخاره بود، لیکن همون استخاره که دو رکعت نمازه، نه استخاره که در جامعه شیعی مذهب رایجه که تفاعل با قرآن بزنند یا پال حافظ بزنند. اینا همش از بدعت‌های شومه. و بعدم دعای استخاره رو بخونم. راجع به امام زمان یا مهدی میگه در کتب سنت آمده که مهدی اسمش اسم منه و اسم پدرش از پدر من، اما صاحب سرداب که شیعیان ادعاش میکنن هیچ معقول نیست، هیچ عقلی جور در نمیاد. میگه ما دین خودمون رو به خاطر مهدی تعطیل نمی کنیم. خیلی ها چون ادعاهایی کردن، بعضی ها ادعای نبوت کردن، چه رسه به مهدویت که در عهد عباسی شوخی میکنه و ایشون شوخ‌طبعه. بعضی ها ادعا کردند که بهشون جبرئیل نازل شده، صبح گرفتنش. گفتم معجزات چیه؟ گفت که شب جبرئیل به من نازل شده، شما صبح من گرفتید، من چطوری معجزه بیارم؟ و اینطوریه. یعنی بعضی ها دین رو آرد دست خود قرار دادن. بعد میگه که من داشتم طواف میکردم، شنیدم که بعضی ها میگن که اللهم عجل اولیک الفرج، فرج مهدی رو بیار. میگه این خودش در بنده چطور فرج بر دیگران میاره؟ اگر امامی موجود می بود چرا به مصیبت مسلمانان توجه نمی کرد؟ چرا تماشا می کرد که مسلمانان این همه در مصیبت باشند؟ مردم در سوریه دارن کشته میشن، در عراق، در جاهای دیگه. این امام زمان فقط نظاره‌گر، تماشاچیه. وقتی اون ایشون در بچگی رفته سرداب، بچه بوده، الان بزرگ شده، چطوری میاد بیرون؟ و سرداب جای کوچکیه. میگه خب این عقل ها کجاست؟ عقلی که در فیزیک به کار گرفته میشه، در شیمی به کار گرفته میشه، در خلبانی به کار گرفته میشه، در علم به کار گرفته میشه، چرا اینجا عقل به کار نمیبرن؟ توجه میکنید؟ و در نزد وقت سرداب عقلا تعطیل میشه. میگه مسلمانان در غزه محاصره شدن، همه چی از بین رفت، امام زمان کجا بود؟ میگه چنین تصوری از امام زمان یک اهانته. مورخان متفقند که امام حسن عسکری فرزند نداشته
و بعضیا بعداً نایب درست کردند و ادعا کردند که نایب داره و مهدی آیا این مهدی که امت اسلامی رو اینطوری ترک کنه؟ پیامبر میفرماد که برادر تو کمک کن، اون سر خاک برادر تو کمک کن. آیا 1000 سال غیبت کرده همینجوری به چی درد میخوره؟ خب این از این. دوستان اجازه بدید که این برنامه رو فعلا ببندیم و امیدوارم که تا فردا انشالله اگه ایشون مسافر نبود 4 تا 5 و نیم به وقت لندن و همچنین پس فردا برنامه داشته باشیم. اگه ایشون مسافر بود در اطراف لندن که بنده برنامه خودمو انشالله ادامه میدم. بسم الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن تشرح قلوبنا للحق والهدى. اللهم اشرح صدورنا للحق والهدى. اللهم افتح على قلوبنا بالحق والهدى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعله مشتبها علينا فنضل. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحقق في عبادتنا توحيدك في عبادتك وحدك لا شريك لك. اللهم اجعلنا من الموحدين لا يشركون بك أحدا. اللهم اجعلنا من الذين يعبدونك لا يشركون في عبادتك أحدا. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين عابدين موحدين. اللهم إنا نعوذ بك أن نتعلق إلا بك وأن نتوكل إلا عليك وأن نستغيث إلا بأسمائك وصفاتك وجودك ومنك وكرمك وعطائك. اللهم ابسط واسع رحمتك على آل بيت نبيك الأطهار. اللهم وأصحاب نبيك الأبرار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم من كان مضللا لا يعرف الحق فيما بين الصحابة وآل البيت من المحبة والمودة والقرابة، اللهم فيسر له معرفة الحق عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم استعملنا في طاعتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اكفنا بالسنة عن البدعة. اللهم اكفنا بالحق عن الباطل. اللهم اكفنا بالهداية عن الغواية. اللهم لا تدع لإخواننا المسلمين المشاهدين يا رب العالمين ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حيران إلا دللته ولا كسيرا إلا جبرته ولا أسيرا إلا فككته ولا أيما إلا زوجته وأسعدته وذرية صالحة وهبته. اللهم عجل الفرج للمسلمين في سوريا وانصرهم نصرا مؤزرا وارفع الكربة والعذاب والاضطهاد والسجن والقتل والتشريد عنهم. اللهم فرج لإخواننا في فلسطين. اللهم انصر المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر المظلومين على الظالمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. جزاكم الله خير وجزيتم كل خير لمجيئكم ولعناكم مشقة السفر ووجودكم هنا سبب لفخرنا ونرجو من الله تعالى أن يزيدكم فضلا واستمرارا في البرنامج. بارك الله فيكم. خب دوستان محترم برنامه تا اینجا بسته میشه ولی یک ربع ساعتی یا حتی نیم ساعتی بنده هستم فقط تلفن ها رو پشت برنامه جواب میدم اگر تلفن ضروری بود تا نیم ساعت حد اکثرش ولی 5 دقیقه من اجازه بدید که این برنامه رو ببندیم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و خداوند یار و یاور شما باشه.